عندما نذكر المملكة المغربية فلا يكفي أن نعرف عنها بأنها تقع في شمال أفريقيا وعلى أبواب أوروبا، وأنها من البلدان الشاسعة جغرافيا وذات جذور عميقة في التاريخ والحضارة، بل تستدعي الإطلالة على هذا البلد المتميز والمختلف التوقف مليا عند امتيازات ومقدرات تجعله من أجمل البلدان من حيث التنوع الجغرافي والبيئي والطبيعي، ومن حيث الغنى الديني والعرقي والثراء الثقافي والعلمي والحضاري واللغوي والألسني، ما يجعله نموذجا فريدا للممالك العصرية المتقدمة والأصيلة في آن معا، التي استطاعت أن تحجز لها مكانا ومكانة على الخريطة العالمية ثقافيا واقتصاديا وسياحيا وصناعيا وعلميا. كما قدمت المملكة المغربية نموذجا إنسانيا للعالم على مستوى الارتقاء بالقيم من خلال وصفها ببلد التسامح والتعايش، شعار التسامح الذي يصبو إليه العالم الحديث، فاستطاعت أن تكون الوجهة الأرقى والأعرق التي تحتضن بين مدنها وصحرائها وجبالها وشواطئها وبرزخها، حيث التقاء المحيط بالبحر. استطاعت أن تحتضن الأصالة والحداثة وتطلق هذا النموذج لعالم يبحث اليوم عن الحضور الإنساني والقيم السامية. تحية للمملكة المغربية العظيمة من إذاعة الشرق، مع ضيف عزيز وكريم استطاع أن يكون خير ممثل لبلده في لبنان، الذي أمضى فيه ما يزيد عن 6 سنوات عمل خلالها على تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيزها بأفضل صورة. ضيفنا سعادة سفير المملكة المغربية لدى لبنان أستاذ محمد جرين. أهلا وسهلا سعادة السفير، شرفتنا ونورت الإذاعة، ونحن نشكرك جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة، حضورك يشرفنا. شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا على المقدمة اللطيفة التي قدمت بها المملكة المغربية، والتي سنحاول من خلال هذا اللقاء أن نوضح مضامين ما تفضلتم بقوله تجاه المغرب. نعم، أهلا وسهلا مجددا سعادة السفير. عندما قبل أن نبدأ بإيضاح كما تفضلت المضامين وأمور كثيرة عن المغرب، اليوم عندما نقول مغرب وحضرتك في لبنان، سعادتك في لبنان منذ سنوات، هناك أوجه شبه بين لبنان والمغرب، إن كان على المستوى الطبيعي ربما من حيث الجبال، من حيث التنوع الجغرافي المناخي البيئي. هناك مدن في المملكة المغربية تشبه جدا مثلا مدن في لبنان، نتحدث عن إفران على سبيل المثال للحصر. هناك أمور عديدة من حيث التنوع الحضاري والثقافي والبيئي وغيرها. كيف ترى هذا التشابه وهذا الالتقاء، بالإضافة بالطبع إلى أن لبنان هو جسر الشرق بين الشرق والغرب، كما هو المغرب أيضا نقطة التقاء وملتقى وبوابة أوروبا وغيرها؟ بالفعل هناك عدة نقاط التقاء بين لبنان الشقيق والمغرب. كما تفضلتم، هناك أولا الموقع الجغرافي والموقع الاستراتيجي، حيث أن لبنان ممر بين الشرق والغرب، والمغرب كذلك هو بوابة إفريقيا، وهو بوابة العالم العربي بالنسبة لغرب أوروبا، وهو كذلك بوابة أوروبا بالنسبة للأفارقة، وبالنسبة كذلك المغرب الكبير. فكل هذه الأمور تجعل أن البلدين من خلال هذا الموقع مرت عليهم حضارات مختلفة، مرت على البلدين شعوب وحضارات تركت أثرها، لدرجة أن حتى
حتى فيما يتعلق بالمغرب حتى التأثير الفينيقي وصل إلى صحيح. المغرب، ولا زالت هناك بعض الآثار التي تشهد بمرور الفينيقيين في بلادنا. كل هذا يعطي تشكيلة بشرية متنوعة، ولعل الدراسات الجينية تبين مثلا بأن الحديثة بأن مثلا لبنان هو البلد الأكثر تنوعا جينيا في العالم، من أكبر البلدان المتنوعة جينيا. وهذا أثبتته يعني فحوص الDNA التي يعني حصلت للعديد من اللبنانيين، وظهر فيها تخالط الجينات يعني بين الشرق والغرب. فهناك الجين ما يسمى بالجين الشمال الإفريقي، صحيح. الجين الأمازيغي اللي هو موجود في حدود 5%، وهو مستوى كبير في لبنان. نعم. ثم كذلك كان تأثير للمغاربة وعلاقات بين المغرب وبين لبنان، منها ما وقع منذ ظهور الإسلام، حيث أن الحجاج المغاربة الذين كانوا يأتون من شمال المغرب يأخذون الباخرة ويصلون إلى شواطئ بيروت، وبعد ذلك تنطلق القافلة إلى مكة المكرمة للحج، وتمر إما عند الذهاب أو عند الرجوع ببيت المقدس في فلسطين. وهذا جعل أن عدد من العائلات في رجوعها استقرت بلبنان. وهكذا نجد تقريبا في العائلات البيروتية 14 عائلة من أكبر العائلات البيروتية 14 عائلة من أصل مغربي موجودة يعني تاريخيا. لا أريد أن أستثني أحدا، وصعب أنني نقولها كاملة، ولكن نعطي المعروفين. شقير، عيتاني، وغيرهم 14، لأنه يعني من بيروت. من عيتاني مثلا تحديدا هم من عيتاني هم مثبوت أن أصلهم من المغرب، كذلك يموت، كذلك الأحدب، وكثيرون. في صيدا هناك كذلك عائلات كبيرة مثل عائلة أديب. نعم. التي تنحدر من سيدي عبد الواحد الذي كان مغربيا حضر إلى طرابلس. نعم. ووقع له نقاش مع صاحب خان، يعني خان هو فندق آنذاك كان يسمى خان، لما أراد أن يحجز عدد كبير من الغرف، وتساءل صاحب الخان هل لك إمكانيات بأن تؤدي ثمن هذه الغرف؟ قال له أنا عندي إمكانيات لكي أشتري هذا الخان. وبالفعل كانت هناك أخذ وكلام أمام الناس، فاشتراه وجعل وقفا أن على المغاربة الذين يحضرون إلى طرابلس أن يقيموا فيه مجانا. وهذا الخان تحول إلى مسجد سيدي عبد الواحد الآن الموجود في وسط طرابلس العتيقة، والذي يوجد فيه قبر مولاي أو سيدي عبد الواحد، واللي ثبت أنه من أصول صالح ولي صالح مغربي، وهو مولاي مشيش العالمي، الذي ترجع أصوله إلى عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبت بن علي بن أبي طالب. نعم. وبالإضافة إلى العلاقات التي كانت قديمة، هناك كذلك عائلات في طرابلس، في صيدا. نعم. كذلك عدد من العائلات التي عندها أصول مغربية مؤكدة ومضبوطة وموثقة، مثل أذكر عائلة أبو عزة، السيدة مصونة زوجة الأستاذ شفيق الحريري. نعم. إذا هذه يعني وكذلك زوجة الأستاذ أشرف الريفي في طرابلس أيضا من أصول مغربية. هذا بالإضافة يعني إلى ألاف. نعم، بالإضافة إلى الأمور الأخرى المشتركة بين الشعبين يعني المغربي واللبناني، وأهمها هي المحبة المتبادلة. حقيقة يعني المغرب لديه مكانة خاصة لدى اللبنانيين، وكذلك يعني المغاربة على ما أعتقد من خلال يعني صداقاتنا هناك والأعمال وغيره، هناك محبة مشتركة ومتبادلة بين الشعبين. أيضا سعادة السفير يعني هو بالفعل إذا سمحتي. نعم. هناك مكانة خاصة. نعم.
للبنان لدى المغاربة. وعندما أقول المغاربة، من القمة إلى المواطن العادي، من ملوك المغرب، الملك محمد الخامس رحمه الله، الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والملك محمد السادس حفظه الله، عندهم ارتباط ومحبة للبنان. وهذه العلاقة كانت من الجانبين. فمثلا أنا وجدت مؤخرا طوابع بريدية صدرت في نهاية الخمسينات بصور بريدية لبنانية بصور الملك محمد الخامس. يعني كون بلد يصدر طابع بريدي بصورة ملك بلد آخر، معناه أن هناك هذا يدل على عمق العلاقات التاريخية والتقارب. وربما نتشابه نحن المغاربة واللبنانيين في شيء، وهو التنوع والانفتاح على حضارات مختلفة. فمثلا عندما ننظر إلى تاريخ المغرب، فالمغرب وصلته الديانة اليهودية قديما، ومن الصدف أنه لا زال هناك من الأشياء الغريبة، لا زال هناك يهود مغاربة من أصول أمازيغية أجدادهم آلاف السنين كانوا يهودا. ثم هناك شيء آخر لا يعرفه كثير من الناس، العامة من الناس، وهو أن المسيحية وصلت إلى شمال إفريقيا وإلى المغرب، وصلت عن طريق الرومان. ومن الأشياء التي الغريبة أن شمال إفريقيا كانت مسيحية قبل أن تصبح لاغول، وهي فرنسا الحالية، مسيحية. وأن أحد كبار يعني بدايات عهود المسيحية هي في الأرض المغربية. لا هي انطلقت من الشرق، ولكن طبعا من أتى بها إلى المغرب، عن المغرب، يعني من المغرب العربي، يعني شمال إفريقيا كلها. من أتى بها هم الرومان. ولا زالت آثار للرومان في وليلي، مدينة وليلي في وسط البلاد، المدينة الرومانية الرائعة. لأن الرومانيين لم يدخلوا كثيرا داخل، لأن كانت ما يهمهم هو التجارة. فكانوا في الشواطئ، وأكبر مسافة اللي دخلوا فيها إلى الوصول إلى مدينة وليلي هي تقريبا 200 كيلومتر بعيدة عن البحر، مما جعل أن اليهود الذين كانوا يريدون الحفاظ على دينهم ذهبوا إلى الجبال. وسنراهم بعد ذلك بعد مجيء الإسلام يذهبون وراء الجبال في تخوم الصحراء. كانوا يهربون، يعني كانوا يبتعدون عن البحر. كذلك يعني بالنسبة للعواصم أو عاصمة المغرب كما بدأت سابقا، يعني عندما كانت في مراكش، عندما كانت في فاس، كانوا يبتعدون عن البحر، يعني خوفا من الغزاة الذين يأتون من البحر عادة. يعني كانت مراكش عاصمة المغرب، بعدها كانت فاس عاصمة المغرب، على ما أعتقد كانت مكناس عاصمة المغرب. الرباط لم تصبح عاصمة للمغرب إلا في بداية القرن العشرين. يعني في 1918 أظن، أو حوالي في القرن العشرين، لأن المغرب كان دائما التهديدات تأتي من البحر قبل أن تتطور الأمور العسكرية والحروب الحديثة. وحتى المدن الموجودة على البحر ستلاحظين أن بين البحر والمدينة، أولا المدينة تكون محمية بأسوار، وبين الأسوار والبحر تجد المقابر. كانت تفصل المقابر يعني على البحر. ليش؟ لأنها كذلك حماية. حتى إذا نزلوا يكونوا في مكان يمكن قصفهم. يعني هذا تكتيك، يعني استراتيجي. لا مش يعني للدفاع، يعني تكتيك دفاعي. أما المدن اللي كانت داخلية هي مدن ستكون محمية أكثر، وتتطلب وقت طويل لكي يصل الغزاة من البحر إلى هذه العواصم، واللي كما ذكرت هي مدينة مراكش ومدينة فاس ومدينة مكناس. سنتحدث عن هذه المدن والعواصم، ولكن تميز المغرب سعادتكم بهذا الأمر تحديدا،
يعني تسمى المدن الكبرى كعواصم، مثلا فاس المدينة العلمية أو العاصمة العلمية أو الروحية أيضا، أو المدينة العالمة، الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية، مراكش العاصمة السياحية. هناك يعني تنوع كبير جدا في المدن المغربية، في البيئة المغربية وفي الطبيعة المغربية بشكل كبير، وهذا ما يجعلها متميزة جدا عن باقي الدول. وهنا أيضا يعني أود أن أشير إلى بعض الأمور، منها مثلا المحيط، أن هي طبعا يحدها المحيط الأطلسي غربا والبحر الأبيض المتوسط شمالا، وهذا أيضا امتياز. كذلك التقاء رمال الصحراء بمياه المحيط الأطلسي في مدينة الداخل، هناك شيء جميل جدا. بالإضافة يعني إلى الجبال والقمة، على قمة جبل طبقال التي تبقى الثلوج، وهنا أيضا نستذكر لبنان من خلال جباله وثلوجه، ثلوج أبدية، يعني ثلوج أبدية تبقى دائما من السنة كلها، في السنة كلها. هذا التميز سعادة السفير، كيف ماذا يضفي وماذا أو يضيف ويعطي للمغرب تميزها عن باقي الدول أقله المحيطة؟ أولا هذا التميز يعطي نوع من الانفتاح، نعم. ولكن كذلك لكي نتفهم الانفتاح يجب أن نسائل التاريخ. فمثلا عندما سقطت غرناطة، نعم، وجاءت إيزابيلا كاثوليك، نعم، طردت كل من هو غير كاثوليكي. فإذا رأينا في بلدان شمال إفريقيا الحالية كيف تم التعامل، المغرب استقبل الجميع، أغنياء، فقراء، مسلمين، يهود. يعني هذا الانفتاح، عفوا على المقاطعة، ولكن هذا الانفتاح على الأديان والطوائف والعرقيات هو تاريخي في المغرب، وليس يعني المغرب استقبل الجميع. مثلا في تونس كان البي، نعم. كان ماشي البي، تونس كانت تسمى إفريقيا، البي حتى من بعد ما جاوا العثمانيين. فتونس استقبلت، عملت اختياري التجار الكبار إلى غير ذلك. ولهذا تجد في المغرب مثلا يقدر عدد الموريسكيين، نعم. الذين هم مسلمون إسبان، نعم، غادروا إسبانيا إلى المغرب أساسا في الشمال وفي مدينة الرباط، فيعدون بالآلاف الآن، بالملايين الآن. وكذلك كانت دائما هناك جالية يهودية مغربية تعيش مواطنة كاملة. هذا التميز الجغرافي الذي هو هكذا، مع التفاعل مع ما هو آتي من خارج البلاد عبر التاريخ. وعندما نتكلم هناك أفقيا العلاقات مع الشرق ومع العالم العربي، وكذلك عموديا العلاقات مع أوروبا، الأندلس في مرحلة ومع أوروبا في مرحلة أخرى، وكذلك الجذور الإفريقية. فالعلاقات بين المغرب وإفريقيا كانت دائمة ومستمرة، نعم. لدرجة أننا يمكن القول أن العلاقات العمودية تاريخيا منذ 12 قرن الأخيرة كانت أساسية أكثر من العلاقات الأفقية، في حين أن قديما كانت العلاقات الأفقية. ويبقى المغرب حسب التعريف أو الصورة الجميلة التي أعطاها جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، فالمغرب هو عبارة عن شجرة جذورها في إفريقيا، وتتنفس الهواء المتوسطي، وتأتيها نفحات المشرق. وهذا يظهر بدقة في الدستور المغربي، نعم. عندما يتكلم عن الهوية المغربية. فالدستور المغربي ينص على أن المملكة المغربية دولة مسلمة ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية، الإسلامية، الأمازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية
والأندلسية والعبرية والمتوسطية. هذه العبارة في الدستور المغربي، هذه الجملة نعم. تعطي الهوية المغربية. صحيح. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الدستور المغربي ينص على أن الثوابت الجامعة للمغرب، للمملكة المغربية، هي 4: النظام الملكي والإسلام، وهنا الأساسي ليس الإسلام لأنه معروف، لكن النعت الذي أعطاه الدستور أن الإسلام المعتدل حلو والسمح، وهذا ما يميز يعني المغرب بسياسته عامة، والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي. وأول فقرة في الدستور المغربي تنص بالحرف إن المملكة المغربية وفية لاختيارها الذي لا رجعة فيه، اختيار الديمقراطية. وهذا ما يفسر سعادتكم، يعني الدستور يفسر ما يحصل في المغرب على مستوى التعايش، على مستوى التسامح بين الأديان والعرقيات وغيره. كيف يعني تعطينا فكرة عن هذا الأمر تحديدا؟ لما تسمى المغرب، المملكة المغربية يسمى بلد التسامح والتعايش؟ يعني لما هذا الاختيار؟ نحن نعلم أن بالدستور هذا منصوص ومذكور، ولكن نعلم بطبيعة الحال أنه هذا الأمر لا ينطبق على العديد من الدول، إن كان في المغرب الكبير أم في الشرق. هناك دائما هذه الصراعات بين العرقيات وبين الأديان وبين الطوائف. تميزت المغرب بهذا الموضوع. هذا بناء أولا تاريخي، نعم، وكرس دستوريا كما أشرت. نعم. كرس دستور، فتاريخيا وحاليا ملك المغرب هو بالإضافة إلى دوره كرئيس للدولة، فهو كذلك أمير للمؤمنين. نعم. وليس للمسلمين فقط، لبقية الأديان، للمؤمنين، مؤمنين على جميع أديان، اليهود والمسيحيين. ومثلا اليهود المغاربة سواء في المغرب أو خارج المغرب، نعم، عندما يقيمون صلواتهم يوم السبت فهناك دعاء للملك كما يقوم بصفته أميرا للمؤمنين. بل أكثر من هذا، أن عدد من الدول في غرب إفريقيا لا زالوا يعتبرون سلاطين المغرب كما كانت في التاريخ هم أمراء لهم كمؤمنين من الناحية الروحية. وبالتالي هذه مسألة إمارة المؤمنين جعلتنا أولا نحمي الدين من السياسة تماما، لأن الحقل الديني هو الحقل الوحيد الذي لا تتدخل فيه السياسة بتاتا، لا الحكومة ولا البرلمان. فمن يتدخل في الحقل الديني هي الملك بصفته مؤسسة إمارة المؤمنين. ومثلا القوانين المتعلقة بالحقل الديني لا تمر عبر قنوات التشريع يعني العادية. هنا عن فصل عن الدين عن الدولة أو عن السياسة بالطريقة المغربية. الدين والسياسة لا يلتقيان إلا في رأس الدولة، يعني في رأس عند الملك. نعم. أما التحت فهم مفترقين. مثلا عندما كل القوانين المتعلقة بالحقل الديني يصدرها جلالة الملك بظهير دون أن تمر لا في البرلمان ولا لدى مجلس الحكومة. تحدث عن هذا أعطيك مثل. نعم. مثلا القانون الذي يمنع في المغرب على أئمة المساجد والقيمين على المساجد أن يشاركوا في الحملات الانتخابية أو العمل السياسي هو قانون لم يصدره البرلمان المغربي، بل أصدره جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين. وهذا هو الحقل الوحيد الذي التشريع فيه هو محصور لجلالة الملك. نعم. هذا من جهة. من جهة أخرى المغرب تاريخيا هو يحمي كل الكتابيين الموجودين. الكتابيين هم أهل الكتاب. نعم. أي الديانات الموحدة التي بدأت مع سيدنا إبراهيم
عليه السلام. فالمغرب يحمي، وهذا ظهر لماذا اليهود المغاربة عبر العالم يكنون تقديرا وامتنانا كبيرا لملوك المغرب، لأنهم لن ينسوا أنه لما كانت فرنسا في ظل حكومة فيشي تحت إمرة النازيين هتلر والنازيين الألمان آنذاك، قاموا بتجميع كل اليهود الموجودين في فرنسا والمناطق التابعة عليها. نعم. فلما جاءوا للمغرب وقف ملك المغرب محمد الخامس رحمه الله وقال هؤلاء مغاربة، هادو ليسوا فرنسيين، لن تمسونهم. وهكذا حمى، كانوا تحت حمى لا هادو ليس تحت حمايتي، هادو مغاربة مثل مغربي مسلم، يعني حماهم كبقية المواطنين المغاربة من دون أي فرق. سعادة السفير، يعني بالطبع يحكى الكثير ونحتاج إلى حلقات عن تاريخ المغرب وعن يعني عن تميزه بكل هذه المواضيع، ولكن دعنا يعني نتحدث قليلا عن المغرب اليوم. هناك نهضة كبيرة جدا تحدث في المغرب على مستويات عديدة سوف نتناولها، وخاصة في عهد يعني بالطبع جلالة الملك محمد السادس الذي تميز بإنجازات ضخمة جدا. أما الأبرز وثورة المواصلات التي يعرفها المغرب، بدءا بإقامة شبكة طرقات حديثة وتطوير سكة الحديد إلى انطلاقة القطار السريع البراق، والذي شبهه البعض هنا بالسرعة التي تسير بها عملية النهوض والتنمية في المغرب. ماذا تحدثنا عن هذه الخطوات الطليعية التي تعتبر لجلالة الملك التي قام بها، وإلى أين سيصل قطار التنمية والنهوض؟ أولا هذه المشاريع التي بدأت الآن تظهر نتائجها خارج المغرب. المغرب لم يقوم عند انطلاقها وخلال تطورها بدعاية للخارج لأنها كانت موجهة أساسا لداخل المغرب، هو أن نقنع الإنسان المغربي بأنه قادر على أن يرفع كل التحديات في كل الميادين، وكلها كانت تتميز بالتخطيط المحكم على المدى البعيد جدا، مش مدى 5 سنوات. هي برامج ومشاريع ل10 سنوات ل20 سنة. فالآن نعرف مثلا خلال ال5 سنوات المقبلة إلى أين سيصل القطار فائق السرعة. نعرف بأنه سيصل الآن الدراسات بدأت أنه سيصل إلى مراكش ثم إلى أكادير ومن الرباط إلى فاس ثم إلى وجدة. هذه أمور مدروسة ومعروفة. ولكن هنا بس نذكر سعادة السفير عن المساحات الشاسعة جدا للمغرب، يعني المغرب أكبر من لبنان ب70 مرة تقريبا 100 مرة. 100 مرة كمان. المغرب يعني 700 وحوالي 750 ألف كيلومتر مربع، ولبنان يعني قرية صغيرة لبنان في المغرب 540 أو 452. إذا هو يعني محطة صغيرة. يعني لازم نذكرها لأن كان ثمنها غالي. صحيح، كان ثمنها غالي وكانت رمزيتها عالية جدا. وهنا فقط أردت أن أقول هذا يعني عن مساحة المغرب خاصة يعني بما سيتصل إليه ثورة المواصلات والقطار. لذلك أردت هناك القطار يعني العادي، يعرف المستمعين هناك القطار العادي عدد الكيلومترات كبير، وهناك كذلك القطار فائق السرعة، هذا أساسا للمسافرين. وهناك كذلك النقل بالباصات بين المدن بمستوى عالي. وتجد في كل مدينة مغربية محطة طرقية بالعيار الدولي وكأنك تدخل إلى مطار. شبكة مواصلات متطورة جدا. الباص الذي يذهب من الرباط إلى فاس الساعة كام، اللي قادم الساعة كام إلى غير ذلك، بالإضافة إلى شيء وهو الشبكات المطارات الداخلية. في المغرب هناك 17 مطارا دوليا لها اتصالات مع العالم. مثلا تجد أخيرا الأسبوع الماضي فتح خط بين لندن وورزازات مباشرة،
هناك خطوط مع مدينة الصويرة مباشرة، هناك خطوط مع مدينة وجدة، مدينة الناظور، مدينة الحسيمة، مدينة فاس، مدينة العيون، مدينة الداخلة، مدينة قلميم، مدينة أكادير. تحدث عن الأقاصي يعني المدن الأقاصية. ثم هناك كذلك نقل داخلي بالطائرات. نعم. يمكن أن تتجول في المغرب في المسافات الطويلة عبر الطائرة. طيران داخلي. وهناك سيارات الأجرة الكبيرة ما بين المدن. فهذه الشبكة كلها بالإضافة إلى الطرق السيارة، علما أن الطرق السيارة في المغرب مؤدى عنها لكي تستمر طرق السيارة. هذا كله يجعل أن من الأشياء التي وكذلك المرافق والموانئ. نعم. المغرب فيه أكبر ميناء الآن في البحر الأبيض المتوسط، وهو ميناء طنجة المتوسط. صحيح. ونحن بصدد ميناء آخر في المتوسط قرب مدينة الناظور، سيكون من أكبر الموانئ والمرافق في البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ميناء الداخلة الذي سيكون أكبر ميناء في إفريقيا. يعني في إفريقيا على المحيط الأطلسي. ميناء طنجة تحديدا سعادة السفير يعني هو أعتقد بمراحله الثلاث، صحيح؟ لا، انتهى كل المراحل. الآن مرينا الميناء آخر بعيد عنه ب 200 كيلومتر. يعني نستطيع أن نقول انتهى يعني ميناء طنجة بكل مراحله. هو يعتبر اليوم قوة إقليمية مهمة جدا وضاربة يعني في المنطقة وفي الإقليم، ويعد أيضا ثاني ميناء في أفريقيا. لا، أول ميناء في أفريقيا. كان ثاني عندما كان في مراحله الأولى. الثمن ولا أول. نعم. ماذا سيكون تأثير يعني هذا الميناء وهذا المشروع ليس فقط ميناء طنجة أما الأخرى كمان، تأثيرها على المدى القريب على المغرب تحديدا وعلى المنطقة، قوتها الإقليمية كيف ستكون؟ أولا على المغرب، الموانئ هي بوابة على العالم. مثلا لو لم يكن عندنا ميناء طنجة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه في صناعة السيارات. نعم. مثلا صناعة السيارات عندما نتكلم عن الميناء، هناك كذلك المناطق الصناعية المرتبطة بالميناء. نعم. فالسيارات الآن المغرب ينتج 700 ألف سيارة في سنة 2022. نعم. 700 ألف سيارة، وسنصل إلى 1,000,000 سيارة في السنتين المقبلتين. يعني الصناعة ضخمة جدا. ونصدر نعم أكثر من 90% منها إلى الخارج. نعم. إلى 74 بلد. لكي تصل إلى 74 بلد يجب أن يكون لك مرفأ كبير عالمي. تمام. ضروري. بالإضافة إلى أن الصناعات مكونات السيارات متفرقة بين مناطق المغرب. هناك في طنجة، في قنيطرة، في الدار البيضاء، وفي وجدة أخيرا. فهذه المكونات للسيارات، لأن المغرب ينتج 70% من كل سيارة. 70% من كل سيارة تنتج في المغرب معداتها 70% من المعدات يعني منتجة 100% في المغرب. عن القطع أما الهيكل، القطع والمحرك كل شيء 70% منهم. وهذا نفس مستوى في ألمانيا، نفس مستوى أكثر قاع من بعض البلدان الأوروبية التي لا تتجاوز 60%. نعم. فهذا البنية التحتية من مرافق. نعم. من طرق سيارة، من قطارات. إذا دخل المستمعين إلى جوجل ويعملوا قطار حامل السيارات في المغرب، سيرون قطار طوله أكثر من كيلومتر يحمل سيارات، لأنه تأتي من مدينة الدار البيضاء إلى مطار طنجة لكي تصدر إلى الخارج. البنيات التحتية كذلك. مناخ الأعمال، المغرب يشتغل على مناخ الأعمال. ما معنى مناخ الأعمال؟ هي القوانين التي تؤطر من يستثمر في المغرب وحماية أمواله، يعني وكيف أنه يمكن أن يخرج الأرباح إلى بلد. المؤسسة تقصد يعني التأطير في قوانين نعم. تسمح للمستثمر أن يأتي إلى المغرب وهو مرتاح. بالإضافة لشيء أساسي وهو الاستقرار. نعم. استقرار سياسي. تماما. واستقرار مؤسساتي واستقرار قانوني. لا تخاف أن غدا ستأتيك أغلبية أخرى وتغير القوانين، تأتي لتستثمر
اللي في أفق 30 سنة أو 20 سنة. نعم. على أساس أن المغرب يمنح مثلا تسهيلات لبعث أموالك وأرباحك إلى الخارج، وتأتي حكومة لأن انقلبت الأمور وتغير كل الأمور. فلما هذا لا يعطي رؤية، ما يقوم بالمغرب يعطي رؤية تطمئن المستثمر. بالإضافة إلى الجو والحياة في المغرب. الحياة في المغرب تستهوي ليس المستثمر أكثر. فهناك مثلا ناس الذين يستقرون في المغرب، إذا أخذنا البلدان التي يستقر فيها المتقاعدون، الناس الذين وصلوا إلى سن التقاعد من أوروبا، المغرب يأتي في المرتبة الأولى. مراكش مثلا؟ لا، ما غير في مراكش، في أكادير، في الداخلة، في جميع، لأنهم يجدون جو فيه انفتاح ملائما، فيه وفيه كذلك أصالة، في أشياء تقليدية ولكن مفتوح منفتح، يعني أصيل وحديث في الوقت. هذا شيء. وكذلك فيه الطقس. نعم. ثم كذلك تنوع المناخي والبيئي. يمكن لك في نفس الوقت في نفس اليوم، مش في نفس الوقت، في نفس اليوم تستحم في الشاطئ في أكادير، وتأتي في العشية لتتزحلق على الثلج في أوكيمدن. هذا غير يمكن لك أن تأخذ الطائرة ومن بعد ساعتين توجد في الداخلة وأنت في جو حار، الصحراء تلتقي مع البحر. يعني هذا التنوع يجعل أن العديد يستهوي المستثمرين، بالإضافة إلى الربح. نعم. لأن نحن ننطلق من شيء، ليس هناك صداقة في العلاقات الدولية. لا، البلدان التي تستثمر عندنا لا تعطينا مساعدات، هي تربح ونحن نربح. وكذلك البلدان التي نستثمر فيها في المغاربة، مثلا إفريقيا الغربية، المغرب أصبح أول مستثمر، وفي إفريقيا هو ما بين الثاني والثالث. نعم. لأن هناك الصين، هناك كذلك جنوب إفريقيا. الأبناك المغربية، المصارف المغربية هي الأولى الآن في إفريقيا الغربية الناطقة بالفرنسية، وستتحول إلى الأولى قريبا في المغرب. لماذا؟ لأننا ننطلق من منطلق رابح. نحن لا نقدم لا نريد مساعدات من أحد ولا نقدم مساعدات. وهنا أخذ الصورة التي استعملتها البارحة مع أحد الأصدقاء الذي زارني في السفارة اللبنانيين. قلت له نحن في المغرب نستعمل، يمكن أن يطبق علينا المثل الصيني، لا تعطيه سمكة علمه أن يصطاد. قلت له ولكن نحن صادقون، لا نعلمه لكي يصطاد وحده، لنصطاد معه. ونقسم شراكة يعني. وهي رابح. هذه الأمور كلها اللي جعلت أن المغرب مثلا في قطاعات، ثم كذلك الإرادة. هناك الإرادة، وهناك العزم، وهناك التخطيط. صحيح. وهناك التعبئة. تماما. سعادة السفير، هنا يعني أمر مهم جدا جدا ذكرته سعادتك عن قضية الاستقرار السياسي، الاستقرار الأمني، بالإضافة إلى بقية العناصر التي ذكرتموها. كيف استطاع المغرب أن يتوصل إلى أن يكون بلدا مستقرا في منطقة، يعني كما نعلم منطقة تغلي من كل الجوانب، يعني سياسيا وأمنيا وغيره، وحروب، كيف استطاعت يعني المملكة المغربية أن تحافظ على هذا الاستقرار؟ وهيك نحن بندق على الخشب نقول إن شاء الله دائما يعني بالطبع أن تكون بهذه الحالة من الاستقرار الأمني والسياسي. كيف استطعتم يعني الحفاظ على هذه الحالة؟ هو الاستقرار عنده أسباب يعني موضوعية. نعم. كون أن تاريخ المغرب، على الأقل التاريخ الحديث منذ 12 قرن، منذ بناء الدولة المغربية الحديثة اللي لا زالت في شكلها الحالي، مبني على أن هناك مؤسسة تجمع جميع المغاربة. هذه المؤسسة هي المؤسسة الملكية. اللي كان قديما يسمى السلطان، أي صاحب السلطة، واللي في العصر الحديث العصري أصبح يسمى ملك. هذه المؤسسة لا تدخل في الحسابات السياسية ولا الحسابات الانتخابية، وعندها علاقة ما بين المغاربة، علاقات قبول ومبايعة.
وعدد يتساءلون لماذا ما في المغرب كل سنة نقيم مسألة البيعة. مسألة البيعة هي ارتباط متجدد بين الملك والشعب، وتاريخ المغرب أظهر لنا أنه كلما كان هناك تناغم بين الملك والشعب حقق المغرب المنجزات الكبيرة وتقدم إلى الأمام، وكلما غاب هذا التناغم إلا وأن كانت بلادنا عرضة للأطماع الأجنبية. صحيح. ولهذا ما نلمسه اليوم فهمنا الدرس جيدا. فهمنا الدرس من التاريخ. والذي لا يقرأ تاريخه قد يعيده مع كامل الأسف. صحيح. والشعوب التي تنسى تاريخها قد تكرر أخطاءها. فالمغرب هناك مؤسسة جامعة، ولكن في نفس الوقت عملنا مسلسلا ديمقراطيا انطلق منذ السبعينات، لأن المغرب في القرن الماضي عرف فترة من التقلبات والمشادات، فتجاوزناها بماذا؟ تجاوزناها بمسلسل ينبني على ما يصطلح عليه دوليا بالعدالة الانتقالية، وهو مسلسل المصالحة. قلنا كفى أن نضيع طاقاتنا وأوقات المغاربة في ضرب بعضهم البعض. تعالوا لكي نقول الحقيقة، كل الحقيقة فيما وقع في الماضي من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان، من محاولات مغامرات انقلابية وغيرها. نقول كل الحقيقة، بعد ذلك نمر إلى جبر الضرر، وجبر الضرر بالنسبة لكل من كان ضحية لهذه الخروقات. ولم ننتهي هنا، تصالحنا، ولكن قل ما هي الأشياء التي يجب أن نقوم بها لكي لا تتغير هذه الأمور في المستقبل. لذلك وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة التي فكرة المصالحة بدأت مع المرحوم الحسن الثاني رحمه الله، لما في إطار تناوب بين من حكموا المغرب منذ الاستقلال أو منذ بداية الستينات إلى التسعينات، والمعارضة التي كانت، وعين كرئيس للحكومة المغربية الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله. والذي كان معارضا حكم عليه بالإعدام ونفي واختار المنفى هروبا بجلده، والذي رجع رئيسا للحكومة في المغرب. ثم بعد ذلك جاء جلالة الملك وأسس هيئة الإنصاف والمصالحة من كل مكونات الشعب المغربي الفكرية، من يساريين ويمينيين وليبراليين ونسويين، مش نسواجيين، نسويين وإسلاميين وغيرهم. وهذه الهيئة عين كرئيس لها المرحوم دريس بن زكري، الذي قضى في السجن لأسباب سياسية 17 سنة في المغرب. هذا رمزية كبيرة يعني. رمزي. فإذا هذه الأمور أدت بنا إلى أن نؤسس لدستور يضمن لنا الحفاظ على هويتنا وعلى مؤسساتنا، ولكن كذلك يدرجنا في مسار الدول الديمقراطية، وهو بناء. والدستور في أول جملة له يقول أن المملكة المغربية اختيارها الذي لا رجعة فيه الديمقراطي، وهي مستمرة في بناء آليات دولة حديثة. معنى أننا لم نصل بعد إلى ما نبتغيه، نحن مستمرون في بناء هذه المؤسسات الحديثة، ولكن بسرعة كبيرة، بعزم، بسرعة، بدون تسرع، بثبات، ولكن بدون تسرع. طبعا. فمثلا الآن في المغرب رئيس الحكومة من يعينه؟ طبيعة الحال يعينه جلالة الملك، لأن هذا جميع البلدان رئيس بصفته رئيس دولة، ولكن من بين الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد. حزب اختاره المغاربة ووضعه هو الأول، ولو ما تكونش عنده الأغلبية يعين منه رئيس الحزب، حتى لا يأتي مغربي غدا أو مغربية ويقول لك عملت لنا رئيس حكومة لا نريده. لا، أنتم اللي اخترتوه. إذن هناك وعندما وهكذا اختاروا من أحزاب من لون معين، من بعد غيروا الأمور ديمقراطيا والأمور تستمر. وهذا التناوب جميل في الديمقراطية، لأنه يأتي بماذا؟
أنا أتي بفكرة مثلا عندما نقول عن تناوب قوى ما يسمى باليسار واليمين. اليمين يقول يجب تشجيع العرض، أي تشجيع المقاولة والأشياء الفردية غيرها. اليسار يقول يجب تشجيع كل ما هو عمومي والنقل العمومي. فلما كيكون تداول هذا يعمل لصالح المقاولات أكثر من اليساري. اليساري يعطي للعمال وللشغيلة أكثر، وهكذا يقع. ولكن كله يصب في مصلحة المملكة المغربية. لأننا توافقنا في المغرب، نحن نتصارع ليس على نظام الحكم. نظام الحكم اتفقنا عليه. طب نستطيع أن نقول فما نتصارع عليه هو الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية وحتى الرؤية للمجتمع، علما بأن حتى رؤيتنا للمشروع المجتمعي هناك ما هو مشترك تماما. فستجد اليساري في المغرب يقول بالإسلام كضرورة لبناء المجتمع، وتجد الإسلامي في المغرب يقول بأن الحدث والأشياء التي أدت بها. فهذا التوافق الحد الأدنى يجمعنا، وضامنه الأساسي هو المؤسسة الملكية التي لا تتغير والتي لا تشتغل هي فاعل سياسي، ولكن لا تشتغل كالفاعل السياسي العادي. هل استطعتم أكمل هذه الفكرة. تفضل. المؤسسة الملكية لا تشتغل كالفاعل السياسي العادي. نعم. الفاعل السياسي يشتغل الانتخابات المقبلة أو لمؤتمر حزبه المقبل. المؤسسة الملكية عبر تاريخ المغرب هي فاعل سياسي للمدى الطويل، وراه قرون ويعمل لقرون إلى الأمام. مثلا الدولة العلوية الحالية التي تحكم المغرب تحكمه منذ ما يقرب من 4 قرون. نعم. 4 قرون، وهي تأتي تقريبا من نفس المنطلق لدولة الأدارسة التي أسست منذ 12 قرن. ولتذكير المستمعين، فلما المغاربة في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد قالوا علينا أن نؤسس لدولة خاصة بنا، لماذا سنتبع دائما الخلافة في بغداد؟ ففكروا أن يجب أن يكون لهم سلطان، ما فرضها عليهم أحد، هم الذين قالوا، لكن قالوا لو نضعه من إحدى القبائل قد لا تقبله القبائل الأخرى. فذهبوا إلى الشرق وبحثوا عن أحد معارضي هارون الرشيد، والذي كان يريد أن يقتله لأنه نجا من مقتل التي تعرض لها أهل البيت، وهو إدريس ابن عبد الله ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب، وأتوا به وبايعوه سلطانا للمغرب، وهو لم يكن لأنه وجدوا فيه أولا شرعية دينية، ثانيا كان عالما وتقيا وحكيما، فيه كل مواصفات الملك. طبيعة الحال لما علم هارون الرشيد بالخبر بعث إليه بأحد الجواسيس كطباخ ماهر، والذي دس له السم وقتله. فاجتمع أجدادنا وقالوا ماذا نفعل؟ رمز دولتنا قد مات، قد قتل، ماذا نفعل؟ قالوا إن زوجته حامل فلنرعاها حتى تلد، إذا كان ولدا سنرعاه حتى يكبر ونبايعه، وإذا كان بنتا سنتدبر أمرنا. وكان ولدا وبايعوه بسرعة في سن 11 سنة، قالوا لقد بلغ الرشد. وهذا يعني أن مع الحكاية أنه كان هذا الطفل منذ أن كان طفلا صغيرا، والكل يريد أن يقضي عليه، لأنه لا الخلافة في بغداد ولا حتى بعض القبائل، لأن أصبحت أمه من قبيلة ليس كإدريس الأول. فهكذا حافظ المغاربة على هذا الطفل كجنين في بطن أمه ثم كطفل، وبايعوه ودعموه حتى كبر عضده، وهو الذي أسس مدينة فاس. نعم. التي مدينة فاس العظيمة والعالمة، والمدينة التي تضم أقدم جامعة في التاريخ، جامعة القرويين، أقدم جامعة في العالم. هي تضم أقدم جامعة لا زالت تشتغل منذ 12 قرن بدون في المدينة القديمة بدون انقطاع. نعم. ومن أسس هذه المدينة هي امرأة، صحيح. الفهرية،
الفهرية. تحياتنا إلى مدينة فاس ومن يقول على العريقة. أن المسلمات أو العربيات أو غيرهم يجب أن تكون سيدة بنات أول جامعة في التاريخ. وتحياتنا هنا إلى كل الأصدقاء في مدينة فاس العظيمة، هذه المدينة الثقافية والروحية، وكل مدن المغرب طبيعي. سعادة السفير، قبل أن ننتقل يعني بما لدينا من وقت، يعني لا أريد أن أهدر الوقت، هناك الكثير طبعا ليحكى عن المغرب، ولكن هناك يعني سنتحدث عن الصحراء المغربية، سنتحدث عن صناعة هذا المجال المهم جدا الذي دخلته المغرب، صناعة الطيران أو قطع الطيران بسرعة حتى لن. ولكن هناك بس سؤال لنربط يعني هذا المحور الذي مر بناء على ما تفضلتم به سعادة السفير. يعني تحدثنا عن هذه الشراكة بين المؤسسة الملكية وبين الشعب، يعني التي أنجزت أكثر من شراكة، ارتباط قوي جدا، وأنجز اليوم ما نراه عاطفي وروحي وديني. صحيح. اليوم يعني وديني ليس فقط للمسلمين، حتى ارتباط اليهود المغاربة بالمؤسسة الملكية وارتباطها هي بهم كذلك ارتباط. لذلك يقول المواطنون المغاربة نحن ملكيون أكثر من الملكية. هذا هو أنا سمعتها في المغرب يعني بشكل كبير. اليوم يعني جلالة الملك استطاع أيضا، وهذا ما قام به إلى جانب الإنجازات التي قدمها في عهده، أيضا سعادة السفير الاستثمار في الإنسان، في الطاقات البشرية. حدثنا عن هذا الموضوع بشكل مختصر، ولكن دون أن نمر، لأن كاين موضوعين أساسيين. صحيح. أولا الطائرات. المغرب لا قبل أن نصل إلى الطائرات، لا نمر طائرتنا، ما يبقاش لنا الوقت. أوكي تمام. الطائرات. المغرب منذ دابا تقريبا 20 سنة، منذ بداية هذا القرن، نعم، أطلق مخططا صناعيا. قال كفى أن تبقى اقتصادنا مرتبط بأشياء لا نتحكم فيها. الزراعة مرتبطة بالطقس والمطر، نعم. السياحة مرتبطة بالوضع الجيوستراتيجي، وقع أي قلاقل تنزل. الفوسفات مرتبط بالأسواق العالمية. نعم. نريد أن نجعل لنا يعني التصنيع. فاخترنا في المغرب قطاعات. هناك مدن مغربية سعادة السفير تحولت إلى مصانع كبرى، مصانع يعني مدينة طنجة، صناعة الطيران، الطائرة أنشأت. نعم. فاختار المغرب قطاعات التي يمكن أن يلجها بسهولة، إما لقرب مثل السيارات قرب مصنعيها الأوروبيين، نعم. وإما لأن تكنولوجيتها تتطلب العقل فقط، لا تتقلب استثمارات كبيرة، وكل ما هو إلكترونيك وكل ما هو دقيق مثلا في الطائرات وغيرها. نعم. وهكذا مثلا الطائرات الآن المغرب أصبح من العشر الأوائل في البلدان التي تصدر. ما شاء الله. يعني كم ينتج، تقريبا المغرب اليوم؟ نبيع 3 مليار دولار من مكونات ونصنع 40% من أجزاء كل طائرة تطير. 40 يعني تقريبا نصف الطائرة يعني. لا نهدف إلى أن نصل إلى 60%. هذا هو الهدف عندنا على المدى المتوسط. أجزاء الطائرة نتحدث عن أجزاء بما فيها أجزاء دقيقة في المحركات. ليس فقط الكراسي وغيرها. إذن توصلتم يعني تستطيعون الوصول قريبا ربما إلى صناعة كاملة للطائرات. مش لا بلد يصنع. إلى وصلت ل 70% راك هذا رقم. علاش ضروري تشتري أشياء من بلدان أخرى أرخص من عندك. نعم. حتى تكون الكلفة مقبولة. فالمغرب يصنع بوينغ، نعم. أجزاء بوينغ، أجزاء إيرباص، أجزاء بومبارديي الكندية، وطائرات أخرى. نعم. بالنسبة لقضية الصحراء، قضية الصحراء هذه القضية يعني أولا دعنا نتحدث سعادتكم عن الصحراء بشكل سريع. حضرتك ستخبرنا عن هذا الموضوع. يعني يسمع العالم دائما بالصحراء المغربية، هذه القضية الكبرى على مر التاريخ حقيقة، ويعني من الواجب هنا نستذكر المسيرة الخضراء وما أنجزه جلالة الملك طيب الله الحسن الثاني. هذا الموضوع يعني لو سمحت باختصار، المسيرة الخضراء كيف استطاع استعادة أراضي مغربية من دون إطلاق رصاصة واحدة، من دون أي عنف، وصولا إلى اليوم اعتراف يعني دول عظمى وكبرى في العالم بمغربية الصحراء. بخلاصة، نعم. أولا مشكل الصحراء هو مشكل مصطنع.
مصطنع من طرف المجموعة اللي كانت في إطار الحرب الباردة آنذاك، كان الشرق والغرب، وكانت صراع بين الإيديولوجيتين وما بين القوتين في العالم. ورثناه عن الحرب الباردة، وآنذاك كان القذافي الله يغفر له كان يقدم أسلحة قوية وأموال إلى غير ذلك، بالإضافة لبلد عربي آخر الذي يعطي التعطير وغيره. لماذا مصطنع؟ لأن المغرب لما تم تقسيمه بين القوى المستعمرية في ندوة الجزيرة في 1906 اجتمعت القوى الإمبريالية والاستعمارية آنذاك وقسمت إفريقيا، وصلوا للمغرب. المغرب اللي كانوا كيسميه آنذاك المغرب النافع، أي وسط البلاد، أخذته فرنسا. نعم. المغرب شمال المغرب لأنه استمرار لإسبانيا أخذته إسبانيا. وجنوب المغرب وما زالت اليوم يعني في مضيق جبل طارق تتحدث عن سبتة ومليلة. نعم. وسبتة ومليلة لا زالت إلى الآن لم تحرر. لو سمحت لي والجنوب نعم، لأن فرنسا كانت تعتبره غير مفيد آنذاك في 1906 وقريب من جزر الكناري، فأخذته إسبانيا. نعم. لما المغرب قامت ثورة الملك والشعب في عام 1953، لما امتدت يد الاستعمار الفرنسي إلى الملك الشرعي محمد الخامس ونفته إلى مدينة مدغشقر وحاولت أن تضع مكانه دمية، قام المغاربة قاطبة رجالا ونساء بثورة سميت ثورة الملك والشعب، والتي بقدر ما كان أصداء نضالات المغاربة تصل إلى الملك وعائلته في منفاه، بقدر ما كان عناده يزداد لكي لا يرضخ لشروط الاستعمار. واستطعنا أن نحقق الاستقلال من فرنسا في وسط المغرب في مارس يعني أذار 1956. انتظرنا شهور حتى نسترجع شمال المغرب من إسبانيا، ثم بعض الأسابيع لكي نسترجع طنجة التي كانت دولية، يعني تحكمها أو تسيطر عليها القوى العظمى آنذاك مجتمعة. نعم. وبدأ مسلسل الجنوب، بدأنا بطرفايا في نهاية 59، من بعد سيدي إفني، وفي عام 1979 أو 78، ومن بعد فإسبانيا حاولت أن تقيم استفتاء بهذه المناطق لكي تؤسس لدولة مستقلة تابعة لها، أي دولة فونتوش كما يقولون باللغة الفرنسية. آنذاك انتفض المغاربة ووضعوا المسألة أمام محكمة العدل الدولية، علما أن المغرب سبق له منذ 1956 ووضع هذه المناطق في لجنة القضاء على الاستعمار لدى الأمم المتحدة وطالب بها، لم ينقطع مطالبته بها. وفي نفس الوقت لما اقترب حكم محكمة العدل الدولية، فكر الحسن الثاني رحمه الله، وكان فكر عبقري، أنه لا يمكن أن نحارب الإسبان والمنطقة ليست في حاجة لحرب، فماذا سنقوم؟ ولن نترك أرض أجدادنا ولا نحررها. فكانت الفكرة العبقرية وهي بعث مدنيين متطوعين من كل مناطق المغرب. نعم. وصل عددهم إلى 350 ألف متطوع ومتطوعة. ولماذا 350 ألف؟ لأنه كان عدد زيادات المغاربة في السنة. نعم. قال على الأقل إذا قتلوهم المغرب يفقد مواليد سنة واحدة، يعني في سنة واحدة يسترجعها. انتظر المرحوم الحسن الثاني حتى أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها التي تقول فيه بأنه كانت هناك علاقة بيعة، وإحنا نرجع إلى البيعة، بين قبائل هذه المنطقة وملوك المغرب. فقام في نفس الليلة بخطبته وطلب من المتطوعين أن يدخلوا الحدود ليحرروا أرضها، وبالفعل دخلوا بالسلام من دون يحملون العلم المغربي في يد،
والقرآن الكريم بالنسبة للمسلمين وكانوا هم أغلبية، كانت مشاركة يهودية مغاربة يهود ولكن رمزية. فالمصحف والعلم المغربي ومنهم من رمزيا دخل حافي ليس فقط لا سلاح بل حتى حافي الأرجل، وتجاوزوا الحدود وأنزلوا العلم الإسباني ورفعوا العلم المغربي. وآنذاك دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا التي توجت باتفاقية مدريد في أبريل من سنة 1977 والتي وضعت لدى الأمم المتحدة والتي بها استرجع المغرب. آنذاك في إطار الحرب الباردة كانت هناك منظمة صحراوية تطالب باسترجاع الصحراء. وتاريخيا أن مؤسس هذه المنظمة الذي كان طالبا في جامعة محمد الخامس في الرباط كتب مقالا وكان معروفا بوحدويته يقول حرب تحرير شعبية لتحرير الصحراء المغربية. فاستوعبته مخابرات لدول جيراننا لا داعي لذكرها، مش دولة واحدة، دولتين على الأقل أو ثلاثة، فحولهم إلى حركة انفصالية أعطيت لها إمكانيات لم تعطى في ذلك الوقت حتى للثورة الفلسطينية، من دبابات ومن صواريخ صام معادية للطائرات ومن إمكانيات مالية إلى غير ذلك، وبتدريب وتأطير من عناصر كوبية وعناصر من أوروبا الشرقية وغيرها. ما زالت مدعومة حتى اليوم والآن مدعومة سعادة السفير من قوة إقليمية. يعني هل ما زالت مدعومة بشكل كبير يعني عسكريا وبالسلاح؟ مدعومة من طرف قوة إقليمية التي تدعمهم بالسلاح. وهناك كلام على أنهم قد يمنحونهم أو منحوهم الدرونات كما يقع في مناطق أخرى بالعالم العربي. لا توضيح الواضحات من المفضحات. نعم، توضيح الواضحات. لا هي بصمتها في المنطقة كلها يعني. لأننا اشتغلت في الإعلام وعندما تذكر اسم واحد عنده الحق أن يجيب. طبعا ولهذا لم أذكر اسم أي أحد حتى لا يطلب منكم غدا حرصا على كل شيء. فليأتي هو كذلك ويقول ما يقول، ولكن أنا لم أتكلم عن أي أحد. وتساعد مع كامل الأسف من عناصر من بلد نحبه كثيرا وتكلمنا عنه في هذه اللقاء وعن العلاقات الطيبة بينه، والشيء الذي يعتبر غمامة كبيرة في العلاقات بين هذا البلد الشقيق وبين المغرب. طبعا. وبالطبع هنا يعني نذكر أخيرا يعني الاعتراف من الدول الكبرى والعظمى أمريكا في على رأسها يعني الاعتراف بمغربية الصحراء، وهذا حق يعني حق. الآن أولا مسألة الانفصال، ظاهرة الانفصال أصبح وعي عالمي بها كما وقع للإرهاب. في البداية لما كان الإرهاب يدلب بلدان مسلمة الغرب لا كان يكون يهتم منه، لكن لما وصل عنده أصبح يهتم به. صحيح. كان يقول هذو بينهم هم هذوك متخلفين بينهم يقتلون بعضهم البعض فلنتركهم هكذا. صحيح. الآن الانفصال بدأ الجميع يشعر بأن الانفصال أفكار مهددا لاستقرار الدول ولوحدتها، ومهددا كذلك للتوازنات الإقليمية. نعم. ولهذا الآن كاين وعي أكثر فأكثر من خطورة الفكر الانفصالي اللي أصبح مع العالم تفكك والشبكات الاجتماعية أصبحت قوية، فكل واحد أصبح منغلق على نفسه في نفس البلد، وقد تظهر ولا بلد هنا لا بلد حتى الدول العظمى الكبيرة مهددة بالانفصال. صحيح تماما. هذا اليوم موضة العصر إذا فينا نقول. الآن الانفصال لم يبقى له مستقبلا. هذا أولا. ثانيا أن مشكل الصحراء حل، لأن المغرب في صحراء هذا الذين يقولون عن أنفسهم أنهم يريدون استقلال الصحراء المغربية ويسمونها الغربية، وهي فعلا غربية ولكن مغربية، لأن كان كذلك الصحراء الشرقية اللي موجودة في الجزائر. والسؤال إذا كان هناك شعب، هذا الشعب غادي ينحبس فقط في الغرب ليش لا يستمر حتى للشرق؟ فهذا حديث آخر. فقلنا أن هاد الناس موجودين خارج المغرب، وكل ما يتكلم عنه الآن من مناوشات أو
جعل حد لوقف إطلاق النار هو أن المغرب ترك في مناطقه عمل حائطا للحماية إلكترونيا، وترك ما بين الحائط والحدود مع الجارة الجزائر أجزاء، حتى من وصل يضربه في المغرب ولا يضربه في البلد الآخر، حتى لا يدخل يحاول أن يضرب ويهرب وتكون حجة يعني. لا، ويصبح المغرب يضرب في بلد من غير بلده. نحن نضربهم في بلدنا، لكن اختارنا واحد المسافة تركناها من يصل، سواء ليس فقط انفصاليا، هناك كذلك مروجي المخدرات، مروجي الأسلحة، مروجي كل شيء خارجين على القانون. والآن بدأت مسلسل لعدد البلدان كبيرة اللي تراجعت الآن على الاعتراف بجمهورية وهمية لا توجد إلا في عقول من يحملها، ثم كذلك بلدان تعترف رسميا بما فيها كما قلتم الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها مثلا إسبانيا التي تقول طبعا بأن مقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب هو جاد وواقعي وقابل للتطبيق كما قال ذلك مجلس الأمن. ألمانيا تقول نفس الشيء. هناك عشرات القنصليات المفتوحة في مدينة العيون أو في مدينة الداخلة لدول من مختلف مناطق العالم. نظن بأننا وصلنا إلى السرعة النهائية لإنهاء هذا المشكل، ونحن في المغرب نقول فقط مفتوحون على كل الحلول، لكن شريطة أن تحترم السيادة المغربية، ومنفتحون على أن يكون هناك حكم ذاتي موسع إلى غير ذلك وصلاحيات لهذه المنطقة كما لمناطق أخرى للمغرب. طبعا. والقانون المغربي يسمح بذلك والدستور المغربي يسمح بذلك، وأن تكون هذا الحل مقبولا من طرف الجميع، وأن تصادق عليه وتباركه الهيئة الأمم المتحدة، وأن يكون حلا لا غالب فيه ولا مغلوب، وأن يفتح آفاقا جديدا لشعوب المنطقة التي هي طواقة إلى أن تحتضن بعضها البعض، وأن تعمل لرفع تحديات هي تحديات البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي، البناء المؤسساتي، وبناء الإنسان المغاربي. وهنا أرجع لسؤالك، فمن الاهتمامات الأساسية للمملكة المغربية ولجلالة الملك ولكل المهتمين بالشأن العام في المغرب هو بناء الإنسان المغربي، وهذا شيء ليس مثل الصناعة. الصناعة يمكن أن تخطط لمعمل، صحيح، أن تهيئ له كل الظروف بما فيها من سيشتغل فيه، لكن أن تبني عقلية جديدة منفتحة ومتشبتة بهويتها ولكن منفتحة، هذا يتطلب وقتا، وهذا ورش من الأوراش الكبرى التي يسهر عليها جلالة الملك، والتي كانت محور المشروع النموذج التنموي الجديد في المغرب. لأن المغرب وصل إلى نتيجة، حققنا منجزات كبيرة، نعم، لكن هذا ليس في مستوى ما يمكن أن الأحلام بعد أكبر. مش أحلام، ما يمكن، نعم. لا أتكلم عن الأحلام، يعني أننا حد الآن رغم المنجزات كبيرة، لكن هذه المنجزات تبقى دون ما يمكن أن نحققها. فأسسنا نفس الطريقة، المغرب دائما التشاور، طريق تشاركية مقارنة. أسسنا لجنة فيها عدد من المختصين، عدد المشاريب الفكرية وغيرها، لتفكر في محدودية النموذج التنموي الذي سرنا عليه إلى الآن، ومع مواطن قوته ولكن كذلك محدوديته، وتفكير في نموذج تنموي جديد. هذا النموذج التنموي الجديد من الأشياء الأساسية المكونة له هو تكوين الإنسان المغربي. تمام. لأن من يستثمر في الإنسان هو استثمار لن تذهبه
لا هذا استثمار زلازل أبدي ولا أي شيء، ولا الأزمات مثل الاستثمار، ونتائجه مضمونة ونتائجه وباقية ومستمرة على المدى الطويل. وهنا تدخل كل الأشياء المرتبطة بالترفيه وإن مواطن واستهلاك الثقافي، لأن مواطن أو مواطنة يذهب إلى المسرح، مواطن أو مواطنة يستمع ويتذوق الشعر، نعم. مواطن أو مواطنة يعيش بكل جوارحه فيلما إبداعيا، مواطن أو مواطنة مغربية يعيش مقابلة رياضية بروح رياضية وبروح الفرح. لن تستهويه إيديولوجيا التطرف، لن تستهويه، لن يقتل أحدا ولن يقتل نفسه. وهنا فين تأتي مسألة كرة القدم. تماما، كنت سأختم بها سعادة السفير. لا يعني اسمح لي لأنه مع الأسف الوقت المخصص لنا انتهى، ولكن يعني لابد بالطبع أن نأتي إلى هذا الإنجاز العظيم، بالإضافة إلى الإنجازات الكبرى التي تفضلتم بها، ومبارك كل هذه الإنجازات للمغرب حقيقة وللشعب المغربي ولجلالة الملك، كل هذه الإنجازات، وعلى أمل كما قلتم هذا ما يمكن أن ما فعلناه وما يمكن أن نقوم به بعد أكثر بكثير. نصل إلى في الختام باختصار لو سمحت، لأننا يعني سنرحب فيك ونرحب بكم ونشكرك على طريقتنا، وهي من خلال قصيدة مخصصة للمغرب. لكن يعني لازم نتكلم على كرة القدم من بعد. طبعا سنتكلم في سؤال أخير عن كرة القدم، هذا الإنجاز الكروي، وحضرتك لاعب كرة قدم قديم. هذا الإنجاز المهم العالمي الذي وصلت إليه المغرب، المنتخب المغربي أسود الأطلس إلى نهائيات. تفضل. كما المغرب فاجأ في كأس العالم، نعم، سيفاجئ غدا وبعد غدا ستسمعون السيارة المغربية 100%. غدا ستسمعون أن المغرب قد يصل إلى 60% من مكونات الطائرة، ولكن الآن لا يراها الإنسان. نعم. عندما نصل إلى الإنجاز. فكرة القدم كان هناك برنامج نعم. منذ أكثر من 10 سنوات الذي ابتدأ أولا بالبنية التحتية، ملاعب كرة من الطراز العالمي. ثانيا طاقة استيعابية، لأن اللاعب يبدع عندما يكون جمهور، والجمهور يأتي عندما تكون الأجواء جميلة والأماكن منظمة إلى غير ذلك. ثانيا التكوين، كل الفرق المغربية التي هي في الدرجة الأولى مفروض عليها أن تكون لها مدرسة لتكوين الأطفال من السن الصغيرة إلى مستوى المراهقين. مفروض عليها كذلك أن تكون لها فريق نسوي. هذا الذي يجعل أن المغرب هو أول فريق عربي صحيح. سيشارك في كأس العالم لكرة القدم للنساء في أستراليا ونيوزيلندا، وبدأنا من الصفر ولكن بقرارات وبتدبير. ثم كذلك تكوين، هناك تكوين على مستوى الفرق الرياضية، تكوين جهوي، في كل جهة هناك مدرسة للتكوين في قطاع الميادين الرياضية وأساسا كرة القدم. وثم هناك النخبة التي تختار في سن 11 سنة 12، والتي تذهب إلى مؤسسة محمد السادس لكرة القدم أو أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وهنا تعطى لهم إمكانية المحترفين، لهم ثانوية داخل الأكاديمية تابعة للوزارة التربية، لهم أساتذة يدرسونهم هناك، لهم حتى من يتكلف بغدائهم، هناك مراقبين حتى لا يأكل أحدهم أكل الآخر، لأن كل واحد منهم حسب بنيته، كامل من كل النواحي كله. وننظم لهم مرة في كل سنة دوري يلعبون مع كبار أطفال وشبان الفرق الدولية مثل ريال مدريد. هذه السنة ريال مدريد وباريس سان جيرمان وغيرها يأتون إلى المغرب ويلعبون دوريات ويذهبون إلى الخارج. يعني ولما يصلوا عظمهم يصبح قويا، إما تأخذهم فرق مغربية، أو من العناصر المهمة ندفعهم إلى أن يلعبوا في فرق دولية. نعم. حتى يرجعوا إلى الفريق المغربي. والآن الفريق المغربي الحالي فيه 4 لاعبين من أكاديمية محمد السادس، منهم النصيري الذي سجل الإصابة الكبيرة على البرتغال، ومنهم اللاعب الساحر أوناحي
ومنهم المدافع أجرد، ومنهم حارس المرمى. يعني ها أنت واحد في الوسط وواحد في الدفاع وواحد في حراس المرمى وواحد في الهجوم، يعني جميع هذا اللي أعطى، بالإضافة إلى شيء أساسي هو تكوين المدربين، هو تكوين الحكام، لأن بدون تحكيم لا يمكن أن نحسن الرياضة. المغرب الآن سيداتي في كرة القدم الدرجة الأولى والدرجة الثانية تقنية الفار تستعمل في كل المقابلات حتى لا يغبن أي أحد. والاتحاد الإفريقي الآن في التصفيات مازال لا يستعمل الفار. أما في المغرب عندنا الفار ضروري. علاش؟ لأن التحكيم والتكوين ثم كذلك المغرب وصل إلى الاحتراف في كرة القدم، لكن الاحتراف اللاعبين. أما الفرق لا زال لها قانونيا طابع جمعوي. فالمرحلة المقبلة ستكون بحول الله هي أن تصبح الفرق المغربية فرق شركات يستثمر فيها المستثمرون مغاربة وأجانب لربح المال، ولكن في نفس الوقت نستفيد منها نحن، لأنها أصبحت صناعة وأصبحت كذلك فرجة، وأصبحت شيء يشكل اللحمة، فخر لكل العالم والملتقى، وكانت يعني علامة فارقة. لابد من نشير بأن المغرب الذي انتصر في قطر على إسبانيا ثاني بلد في كرة القدم في التصنيف العالمي، وانتصر على البرتغال وانتصر على كندا. المغرب انتصر الأسبوع الماضي على البرازيل. صحيح على البرازيل صحيح. بإصابتين لواحدة. قد لا يكون المسار دائما انتصارات أو غيرها، هذه لعبة كرة القدم تدور، ولكنه الاجتهاد والمثابرة والطموح موجود، والتنظيم والتخطيط وربط المسؤولية بالمساءلة. نعم، يعني كان جميل جدا أن نختم مع أكيد من دون محاسبة، يعني لا نستطيع الوصول إلى ما نريده. أن نختم مع كرة القدم، والتي كما قلنا سعادة السفير قصيدة شعرية، وكان هناك قصيدة شعرية هي يعني بكل تواضع يعني قدمتها للمغرب الحبيب بكل يعني مشاربه ومناطقه ومدنه وشعبه الطيب والمثقف والحبيب. والتحية هنا تحية لسعادتكم سعادة السفير، سفير المغرب المملكة المغربية لدى لبنان أستاذ محمد جرين. نحن سررنا وتشرفنا بهذا اللقاء، نود أن نشكرك جزيل الشكر على تلبية هذه الدعوة، ومن خلالك نوجه كل المحبة والتحيات إلى المملكة المغربية. ونختم هذا اللقاء الجميل مع سعادتك بقصيدة هي من تأليفي بكل تواضع للمغرب. وأريد أيضا أن أشكر زميلي العزيز المخرج أسامة الشاتي الذي كان معنا في هذا اللقاء. نختم إذن بهذه القصيدة سعادة السفير، وأود أن تسمعها معي، ولكن هي مسجلة، ستكون مع موسيقى مسجلة إذا أحسن. نعم، إذن أهلا وسهلا فيك مجددا سعادة السفير، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء. شكرا على الاستضافة وشكرا على هذا اللقاء، وأنا سعيد أن أتواجد في إذاعة الشرق. أهلا بكم. ومجموعة الإعلامية المرتبطة بإذاعة الشرق، ونتمنى أن قريبا ترجع إلى إشعاعها، فلبنان في حاجة إلى ذلك، ولكن كذلك الدول العربية في حاجة إلى إعلام الاعتدال، إلى قوى الاعتدال. طبعا. وهذه كذلك من الأشياء التي تربط فيما بيننا. نعم. قوى الاعتدال. وتحية لكل المستمعين، وشكرا لكم، وشكرا للجانب التقني والأستاذ أسامة بإخراج هذا المخرج اللقاء مباشرة. ونتمنى أن لا نكون قد أثقلنا أبدا، على العكس عليكم. يعني نحن بكل سرور فحفاوة الاستقبال كانت جميلة، وأنستنا بأننا في شهر رمضان. نعم. وأنستنا الصيام. فبعض الأحيان الابتسامة والشعور المتبادل قد يجعل الإنسان يحس كأنه في بيته. لقد أحسست في الشرق أنني في بيتي، كما أحسست وأحس بأنني في لبنان في بلدي. حضرتك ببلدك أكيد، لبنان يعني بلدك الثاني. ونتمنى للبنان أن يعود، ولبنان سيعود، لأن له كل الطاقات
وله كل الإمكانيات لكي يتجاوز الظرف الدقيق الذي يعيشه إن شاء الله. وبتكافل قوى وجهود كل ذوي النيات الحسنة وذوات النيات الحسنة من نساء ورجال في هذا البلد الشقيق سيجعله يعود من جديد، لأنه ليس فقط ملكا للبنانيين كنموذج للتعايش وكنموذج له خاصية متميزة في منطقة المشرق العربي والعالم العربي، بل هو كذلك ملك لنا جميعا ولنا حق فيه. ومن انطلاقا من هذا الحق نطالب اللبنانيين بأن يجعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن يرجعوا إلى كلمة سواء لإعادة بناء هذا الوطن الجميل مع هذا الشعب المبدع، وأن يستعيدوا كل قواهم وكل رجالاتهم ونسائهم الذين هم في حاجة إلى لبنان، ولكن لبنان في حاجة أكثر إليهم وإليه. ألف شكر على هذه المحبة وهذا الدعم سعادة السفير. لبنان هذا النموذج في التاريخ سيعود كما كان إن شاء الله بدعمكم وبدعم الدول الشقيقة المحبة. وأقول مجددا رمضان كريم سعادة السفير، وأيضا أقول لك أنه هناك محبين وفي المغرب يستمعون الآن إلى هذا اللقاء في المغرب وفي لبنان. اشتقت إليه. لا تقل ذنبي إذا القلب هوى، عف عني الصبر والسهد هوى، سر فاس مرهق في حفظه، تعبق الأسرار فيها كالغوى. مرحبا مرحبا بالعشق يرديني، إذا مغرب التاريخ أفضى أو روى. أنا ذا المجد، ولولا أنني قبلة الدنيا وسحر من طوى. قل لهم أرضي إذا الضيف وما شق مني القلب والدار احتوى. قل لهم عهدي إذا الخلد صح مني العهد والخلد ارتوى. جئت ألقي من سلامي طيبه، والطيوب الغض من هذا الهوى. عفوكم إن جف بي ما أشتهي، مثلكم ما رد عطشا وانزوى. جئت والبال شكى النأي سدى، ويح بالي كيف أخفى ما طوى. حبكم حين كبى الحب خطا، ويد تمتد إن فاض النوى. قل لأهل الخير ها نحن الجنى، مغرب لا غربة أو منزوى. قل لأهل الشر ها نحن هنا، سيفنا ماض وحد ما التوى. مغرب ها أنا، هل لي بينكم غير هذا الحب أفدى واكتوى. ها بلاد آلفتها قمم، سيرا جادت وصبوا وجوى.
يكفيك منه ملك هو ما توج كونا واستوى.